جدا للماتش ده. نادي الاسماعيلي يا جماعه دخل الماتش بأداء قوي جدا جدا جدا، وقدر اللي هو يحرز هدف عن طريق ياو أنور. ياو أنور ده يا جماعه مهاجم قوي جدا جدا جدا، ومهاجم من الدرجه الاولى. والاسماعيلي لولا الطرد كان الاسماعيلي قدر ان هو يعمل نتيجه كويسه قصاد بيراميدز. بيراميدز كان داخل الماتش يعني يعتبر يعني ايه اللي هو كسبان كسبان، يعني انا مش هعمل اي مجهود، انا كده كده كسبان كسبان. هو حاطط في دماغه ان الاسماعيلي فرقه ضعيفه نسبيا، ف تسلم يا ميدو، تسلم يا ميدو، تسلم يا ميدو. فهو كان واثق ان الاسماعيلي فرقه ضعيفه فهو هيفوز عليها سهل جدا، لكن الاسماعيلي قدر اللي هو يقف لبيراميدز واحرز هدف جميل جدا عن طريق ياو انور. ولولا الطرد كان زمان دلوقتي كان زمان الاسماعيلي دلوقتي واخد الثلاث نقط. وانا بقول لكم يا جماعه كان الاسماعيلي كان هيفوز على بيراميدز لولا حاله الطرد. حاله الطرد دي يا جماعه هي اللي اثرت على الاسماعيلي، وبصراحه الطرد يعني تسرع كبير قوي من الحكم اللي هو يطرد لاعب الاسماعيلي. هو تسرع في اتخاذ الانذار الاولاني، كان ممكن يرحل يعني ايه يتغاضى عنه، يعني كان سهل جدا، لكن هو اداله انذار فانذار فكارت احمر على طول. فالاسماعيلي اتاثر يا جماعه بالطرد، ودي حاجه يعني بصراحه زعلتني انا، يعني انا كان نفسي